جديد في قناة شمس وقمر. اتمنى تكونوا بخير وبصحة وبسلام. هتصوري فين يا شمس النهاردة؟ يلا بينا، احنا موجودين النهاردة في الحضرة. تمام. هتيجوا الحضرة ازاي؟ هتركبوا من محطة مصر، هتركبوا بمشروع ب2 جنيه ونص هيجيبكم لحد سوق الحضرة، او تركبوا الترام. ادي شريط الترام اهوت زي ما انتم شايفين كده، لكن انا جيت بصراحة بالمشروع. يلا بينا هندخل ونشوف اسعار اللحمة عند اطيب جزار. طبعا اللحمه كلنا دلوقتي هي اللي شغله دماغنا، ونقوله بكام، وبنحاول ان احنا بنرصد الاسعار في كل مكان علشان نعرف انهي الاسعار اللي احسن والمناسبه لينا. تمام. احنا علينا بنجيب لكم الاجواء والاسعار، وانتوا عليكم تختاروا. يلا بينا هندخل عند اطيب جزار ونقوله بسم الله واللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونبدا الفيديو بتاعنا مع اطيب جزار المتوكل. هنشوف بيبيع بكام وهنشوف الاسعار عنده ايه. كل سنه وانتم طيبين. عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. الاسعار عندكم ايه والاجواء؟ وقول لنا كده الاسعار عندكم ايه النهارده؟ عندنا 380. 380. بصوا يا جماعه، ادي اللحمه عندهم اهي النهارده. بسم الله ما شاء الله. خش شويه، اللحمه لسه نازله اساسا، ما شفناش حاجه منها ولا عملنا فيها اي حاجه. لسه ما بدأتوش الشغل. لسه اللحمه جايه من السلخانه. لسه اللحمه احنا جايين لهم بدري يا جماعه، يعني الساعه دلوقتي 11. عايزين تيجوا بقى تاخدوا الحاجه اللي هي لسه طازه وجايه. حضرتك جدي واللحمه لسه جايه. لسه جايه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. الاجواء عندهم بعد الظهر ما تعرفيش تقفي من هنا، بتبقى عندهم زحمه، فحاولوا انكم انتوا تجوا لهم بدري تاخدوا الحاجه على الرايق كده. زي ما انتم شايفين كده اجواء الضاني احنا بنبداوا نبيعه من اول ذو الحجه عشان خاطر بننزله سعر. ضاني برقي ده حواله كره وحواله صغيره. طبعا انتوا عارفين يا جماعه ان البرقي انضف الانواع، وطبعا الحواله دي اساسا بتاعتنا احنا اللي بنربوها. انتوا اللي بتربوها. بتبيعوها بكام ان شاء الله؟ ان شاء الله هتبقى ب 450. الضاني عندهم ب 450 وهم لسه ما بدأوش في الضاني. بتبدأوا امتى بالظبط عشان الناس لما تيجي؟ الضاني بنبدأ نذبح من النهارده بالليل. ويجي هنا امتى؟ بيجي بقى الدوريه كده بعد الصلاه. بكره ان شاء الله. النهارده الخميس، النهارده هيجي يعني. بكره الجمعه ان شاء الله هيبقى موجود هنا عندهم يا جماعه الضاني بكل الاوزان اللي انت عايزاها، وان شاء الله عندهم اسعار بامر الله ترضي الجميع. يلا بينا ونشوف اللحمه عندهم ايه. وعندهم صدق كمان. الصدق عندكم كام؟ صدق شمبري بلدي 380 يسوى 450 جنيه. ب 380 شمبري بلدي زي ما انتم شايفين. قول لنا بقى ولا بقري ولا محطوط فيه دهن ولا محطوط فيه اي حاجه. لحمه صدق بما يرضي الله. قول لنا بقى احسن لحمه يعني للزبون تبقى. والله انا بذبح عجول صغيره. العجول الصغيره ديت اي حته لحمه فيها بتبقى مستويه. يعني مش شرط من مكان معين، هي حسب بقى ما الزبون عايز. في زبون بيبقى عايز حته من السن، في زبون بيبقى عايز حته من الرقبه، في زبون بيبقى عايز حته من الكتف، في زبون عايز من الفخ ده. مش دي حسب. اما احنا بنذبح عجول صغيره. اهم حاجه ان العجول يا جماعه تكون بقى صغيره، لكن طالما صغيره اي حته لحمه فيها بتبقى حلوه. في بيحب الفخ ده، في بيحب المقدم، في بيحب السن، في بيحب الكتف. واي بصراحه الناس هنا يعني بترضي الجميع. يعني اي حته لحمه انت هتشاوروا عليها يا جماعه من هنا هيقطع لكم منها. شايف؟ تمام اهي. لحمه الراس عامله كام؟ لحمه الراس ب 200. والفشه؟ الفشه صافي كده ما فيهاش ميه ولا منفوخ ولا اي حاجه، بتطلع من بطن العجل بتتعلم. بكام؟ ب 130. ب 130 الفشه عندهم. الكرشه عندي بتتنضف بميه سخنه. كرشه بتتنضف بميه سخنه. غنشه. الكرشه ب 120. الكرشه ب 120. دي اجواء المذبح عندهم. لا دول بتوع والعزبان عندكم بكام؟ العزبان عندنا العزبان بكام يا حاج مصطفى؟ العزبان عندهم ب 150. تمام. قول لنا العروض. كميه في عروض عليها. 100 في عروض عليها. اللي هياخد كميه ليه عرض وليه خصم. يعني اللي ياخد كام كيلو كده يعني؟ اللي ياخد اكتر من 20 كيلو ليه خصم. اللي ياخد عرض يا جماعه، عرض على الكميات الكبيره 20 كيلو عليهم خصم. شمبري بلدي من مزارعنا، مش من حد. طبعا الصوره بتتكلم عن نفسها، والناس دي طبعا قديمه، اقدم ناس هنا في الحضره يا جماعه. طبعا لا يعني مش عايزين. هم شايفين الدهنه بتاعته، ده الروز بيف، ده الفيليتو، وده الروز بيف لسه ما اتشفاش. بكام الفيلوتو عندكم؟ الفيليتو عندنا ب 440. بيتباع في اي حته ب 500 جنيه. الفيلوتو عندهم ب 440. ده الكتف لسه ما اتشفاش برضه. وده لسه متشفاش. ده الكتف. ده السن. ده السن. اللي هو بنقول عليه كوستاليتا. الكبده عندكم بكام؟ الكبده ب 420. كبده عندهم ب 420 موجوده. بلدي
بلدي 100%. موجوده عندكم على طول. تيجي تلاقي ذبيح تلاقي كبده، ما تمام. تلاقيش ذبيح ما تلاقيش كبده. الماسوره عندكم بكام؟ المواسير بس في ناس غلابه كتير. الماسوره ب 30، ما بندقوش. في ناس بتبقى عايزه كده. طبعا لو بتاخدي لحمه مش هيدقق معاكي، يعني برضه هينزل لك في سعرها يا جماعه عشان هو بيرضي الناس. يعني اللي انا شايفاه قدامي بصراحه، يعني الزبائن اللي كانت واقفه بصراحه هنا مشيت مرضيه. اي حاجه هم عايزينها هو يعني بيقطع لهم منها. تيجي بعد الدور مش هتعرفي تقف اساسا. الاجواء هنا عايزه تاخدي حاجتك تعالي الساعه 11 على 12 قبل الظهر، لان الظهر بيبقى عندهم زحمه والاجواء عندهم زحمه. يلا قولي لنا دي كده. عكوه بكام؟ اللي هي كولاطه 380. ب 380. انا عايزه ابص اقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا اللحمه على الطبيعه. بصوا حته اللحمه عامله ازاي. طبعا احنا مش بندور على السعر كمان، احنا بندور على حته لحمه تتاكل. دي السمانه بتاعت البفتيك ب 400. دي سمانه البفتيك طرنشات يا جماعه عامله 400. وده وش الفخده. دي وش الفخده. شايفين؟ بكام دي بس؟ وش الفخده ب 400. وش الفخده ب 400. حته لحمه ما فيهاش دهنه وحته لحمه فيه حمراء ما فيهاش دهنه يا جماعه. انتوا شايفين الاجواء عندهم. عندي الحاجه كلها السقط والحاجات دي بتتنضف بميه سخنه. مال زي شايفين؟ طبعا ميزان حلال وناس اللحمه بتتحط على كفه الميزان، ولا في ولا في ورقه ولا في اي حاجه. على كفه الميزان الحاجه بتاعتهم يا جماعه من غير ورقه ولا اي حاجه. ادينا بس شنطه المحل لو سمحت. شنطه المحل هناخد منهم ارقام التليفون. وعندهم يا جماعه عندهم حجوزات خلصت وهيجيبوا تاني. الناس برضو ابراهيم عامل اوكازيون بمناسبه اللحمه الضاني. تمام. وعندنا مسابقه برضه. ايه المسابقه بقى؟ قول لنا. مواد خروفي قبل العيد بيومين عاملين مسابقه. المسابقه دي عباره عن ايه؟ يعني جوائز كده وحاجات كده. طالعين خروف هديه. طالعين خروف هديه. الكلام ده هيبقى قبل العيد بيومين. قبل العيد بيومين يا جماعه عشان الكلام. عاملين مسابقه واللي هيكسب هياخد خروف هديه. دول بس اللي يلحق. بس يلا هتلحقوا بقى عشان ناخد الحاج ابراهيم هنا عامل اوكازيون يا جماعه. السنه دي ونضحي بحجه. مضحي حجه للزباين. كل سنه وانتم طيبين ويجيبوا بالسلامه ان شاء الله بامر الله. حجه مقبوله بامر الله. انتوا شايفين يا جماعه. يلا بينا بقى تيجوا الخروف من هنا يا جماعه عشان نعيد ببلاش. شايفين اجواء اللحمه. انا بحاول اجيب لكم الاجواء بالظبط. تمام. عندهم حجوزات خلصت ولكن هيجيبوا تاني وهينزلوا تاني. زي ما انتم شايفين اجواء المتوكل زي ما انتم طلبتوا حضراتكم. دي اجواء المتوكل ودي اسعار المتوكل. حد عاوز قولي هياخدوا كامل، هياخدوا هو وزميله. ده هياخد نص وده هياخد نص ويتدبح على الميزان. بياخدوا حاجتهم ويمشوا يا جماعه. الناس اللي عايزه خروف او تشتركوا في خرفان عندهم موجود وتاخدوا في متنضف. حد عاوز مثلا حولي اثنين هيقسموا الحولي عليهم. عاوز بقى خرفان حيه، عندي خرفان حيه في الارض. الله ينور عليك. الله ينور عليك. زي ما انتم سامعين يا جماعه الكلام المعلم هنا. حضرتك ايه عشان يقولوا؟ اسمي سعد. المعلم سعد هنا يا جماعه. تعالوا له هنا هيظبط لكم الدنيا ان شاء الله. زي ما انتم سامعين الكلام وشايفين اجواء الناس بدات تيجي هنا عند المتوكل. تمام. اتمنى ان جولتي النهارده تكون عجبتكم عند المتوكل بناء على طلباتكم. اي طلبات انتم محتاجينها او اي مكان عايزيني اصور فيه قولوا لي في الكومنت وقولوا لي رايكم ايه. وبحبكم في الله ودمتم نعمه في حياتي. مع السلامه. انتظروا دايما بنرصد الاجواء في اي مكان علشان نجيب الاسعار المناسبه لينا وعشان كمان نجيب الحته لحمه تكون كويسه. كل مكان ان شاء الله بنرصد لكم الاسعار والاجواء فيه. دمتم نعمه في حياتي. طلع في الصوره يا عم. جزارة المتوكل اللحوم البلدي وعندهم محل جوه في قلب سوق الحضره مجمدات. وده رقم تليفون اهو يا جماعه 010. تمام. بإدارة المعلم الحاج إبراهيم. ربنا يجيبه بالسلامة. بيعمل حجة يا جماعة. ادعوا له يجي بالسلامة. بالك اللحمه هنا بقى ولا تديها؟